ندوز لكم بعد الفيلم. عاد نتكلم معكم على السرديل وثمن السرديل في المغرب بالنسبة لثمن السرديل في الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خويا انت مسؤول على هذا السرديل هنايا، بغيت نعرف تقريبا هذا الشيء بشحال كيمشي، واش كتبيعوا الكاجو ولا الكيلو؟ الكاجو شحال تقريبا الكاجو فين كيلو؟ 20 كيلو. كتكون 20 كيلو هنايا؟ 20 وشحال كتدفعوا للكاجو؟ داكشي على حساب الحوت. لا تقريبا بحال اليوم، انا اليوم جيت هنا المرسى، كتبيعوا انتم هذا غير باش نعرف تقريبا شحال غادي يولي بالتسقيط. دابا السرديل موجود اليوم كاين 30 درهم 40 درهم. لاش الكاجو مخلط هذا بكابيله، مخلط فيه كابيله تقريبا. دابا هذا في الزنقه مول اللي كيبيعوا التسقيط شحال غيبيعوا الكيلو؟ 100 ريال 100 ريال وكابيله 60 ريال 40. المهم انتم سمعتيو، انتم اللي عندكم السرديل كيعمل حتى 10,000 فرنك كيلو. شتا انا البارح عندها مقيده عندكم ب 1000 دينار، ياك 1000 دينار. كاين عندكم السرديل كاع الى رخاص كيلحق 80 دينار، هي قيمه تقريبا 8000 فرنك مغربيه. وين هذه البلد؟ وين هذا في الجزائر عندهم، فهمتي؟ في الجزائر. انت جزائري؟ مغربي ولا جزائري؟ لا خلي داك الشيء على جي. المهم انتم شفتوا الخير تبارك الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يعاونكم. ربي اكرمنا بالمغرب يا رب، الله يخلي لنا الملك يا رب محمد السادس. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شحال هاد اسمح لي يا اخوا، سمحوا لي، اليوم راه غادا يزبان لي هاد مول هاد بيكوب هاز هاد السلعه هادي، سمعتو كيغوت وكلشي. شحال قلتي كلشي بشحال؟ كلشي 40 ريال، 2 دراهم. هاكا قول 40 ريال عندنا حنا، 40 ريال عندنا حنا هي 2 دراهم. 2 دراهم سمعتي؟ ها انت كلشي ب2 دراهم. ها مطيشه، ها البصله، ها خيزو، ها الليمون، وها البطاطا، وها ديال القليان، وها البصله، فهمتي؟ كل شيء ب2 دراهم. ودابا نتوما وسيروا دابا، شغنقول لكم دروك عارفين دابا شحال كتسوى البطاطا عندكم، شحال كتسوى البصله، شحال كتسوى. وشوفوا قارنوا المعيشه ما بين المغرب والجزائر وغتعرفوا الفرق. الحمد لله العيشه اللي عايشينها اللهم لك الحمد. هادشي كلشي عرفتوا الفضل ديالها لا راجع. قلتها لكم ديك النهار، هذا الشيء راه راجع الفضل للسياسه ديال في الستينات والسبعينات، ديال السياسه ديال البراجات. الفلاحه المغاربه دابا عندهم ما يسقيو ما العام كل شيء على دور العام، الخضراء والفروي موجودين، فهمتي؟ وان شاء الله غدا لا غدا غنصيفط لكم واحد الفيديو على البنان اللي عندكم نتوما كيسوى 95,000 فرنك، 90,000 فرنك، 70,000 فرنك. غنوريكم الثمن ديالو هنا في المغرب شحال كيسوى. الاصدقاء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم غيرت على التفاح وعلى البنان وعلى الافوكا وما عرفت زيد عاد شحال من فروته دوزت لكم شفتوهم. واليوم في الطريق ديالي انا ماشي خارج من الدار البيضاء، تلاقيت مع واحد السيد كيبيع الفرز. واليوم رانا في شهر 12، ما تنساوش شهر 12. اش قلت لك نقول انايا؟ اليوم شهر 1 في 2017، ولهذا حنا سابقين جميع الدول، حتى اسبانيا، حتى اما نتوما خلاص الجزائر ما نضلش واش عندها الفرز هذا الوقت، فهمتي؟ حتى اسبانيا كتشكى منا حيت حنا كنسبقوها بالفروته، فهمتي؟ السلعه ديالنا كتنضج قبل من ديالهم. ولهذا اليوم بغيتكم تعرفوا الثمن ديال الفراز عندنا هنا في المغرب.
وبالديتاي بيان سور بالتسقيط. وهذا الشيء زعما يا حصرا راه قريب للدار البيضاء، وكتعرفوا الدار البيضاء هي المدينه اللي فيها كلشي غالي. الا خرجتي العروبيه خارج المدينه غتلقى السلعه شويه رخيصه. خويا السلام عليكم بعدا. شحال اخويا هاد الفراس؟ 15 درهم بالتسقيط. قال لكم 15 درهم بالتسقيط. ديتاي 12 درهم 10 دراهم. انت هما سمعتوا، الا بغيتو بالكثره يحسبها لكم 12 ويحسبها لكم غير ب 10 دراهم، فهمتي؟ ودابا اش غنقول لكم، اللي مهم كنقولوا حنا المغاربه كنقولوا الحمد لله. الحمد لله على السياسات البراجات اللي عطات الماء موجود وكاين السقا والخير موجود. راه شتي لو كان كانوا الحدود محلولين راه حنا نغرقوكم، لا خضار ولا فروته، سمعتيو؟ والسلام عليكم. السلام عليكم. هانتوما راكم انا كاين في الدار البيضاء. الدار البيضاء حصرها اللي فيها الغلا بالنسبه للمدن الاخرى المغربيه. انا وقفت عند واحد مول الفروته غير باش نعرفوا، باش نقارنوا الاثمنه اللي كاينين في الجزائر والاثمنه اللي كاينين في المغرب. خويا شحال التفاح؟ 10 دراهم. 10 دراهم كيقول السيد. خويا شحال البنان؟ 8 8 دراهم. درهم باش كيقول السيد. ولك المندرين 3 دراهم. 3 دراهم. سمعتوا الاثمنه خويا؟ انتم هذا الحمد لله، اللهم لك الحمد. السياسه ديال البراجات ديال الحسن الثاني الله يرحمه هي اللي عطات الخيرات، فهمتي؟ وانتم مشيتوا تلحتوا للصناعه، ودابا ها انتم الصناعه والبترول، ودابا سير كلوا البترول والصناعه ديالكم. ها الفرق اللي كاين ما بين المغرب والجزائر. والله لك الحمد، حمدنا ربي وشكرناه على الخيرات اللي موجودين في بلادنا. الله يعاونكم.